السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا غالي. قصتنا اليوم جميلة وفيها عبرة للولي أمر وكذلك للزوجة. اسمعوا يا أخوان، هذا رجال من السعودية، منصبه ما شاء الله تبارك الرحمن، وضعه الاجتماعي طيب، رجال عنده بزنس، لأن راتبه ووظيفته ومعاشه يسمح له انه يفتح بزنس. فكان يقوم يشتري اراضي، مخططات اول ما تطلع يطق الاراضي، بعد سنه سنتين تنباع ياخذها دبل يرد الفلوس، شغال ما شاء الله عليه بالاسهم يطقطق وشاطر بالاسهم. الوكاد ان الرجال كبر من عمره، وصل عمره 67، احاله للتقاعد، طق عمره 70 سنه. الرجال عنده اسهم وعنده اراضي وشاري له استراحه وعنده بيت ملك واموره طيبه، عنده 3 عيال و3 بنات وكلهم متزوجين. قام رجال يوم عمره 70 سنه يطالع عياله وضعهم يعني مو بنفس الوضع اللي هو فيه، يعني وضعهم زين، وظائفهم زينه، واحد يطقطق شوي تجاره كانه ابوه يساعده، واحد وظيفته عاديه، والبنات معرسين والامور يعني وضع طبيعي جدا، يعني مو اللي مبين على عياله، لا وضع طبيعي، مع ان ابوهم عنده يملك. قعد الابو يطالع عياله، قال انا عمري 70 سنه وعشت في الدنيا واستانس. هذا الغلط الوحيد اللي دائما يرتكبونه اكثر اولياء الامور. قال انا ليش ما اوزع حلالي على عيالي واخلي الصراحه عندي واخلي بيتي ملك وخلي عيالي يستانسون، خلي بناتي يستانسون، يسوي اللي بخاطره، ولدي هذا خلي اللي بخاطره يمكن عليه دين خليه يستانس. وزع ورثه، باع الاراضي اللي عنده وباع الاسهم، جمع فلوسه عنده. جاء طلع الورث للولد اللي هو دبل البنت، الواحد فيهم 1,000,000 ريال، هذا مليون هذا مليون هذا مليون، وتعالوا يا البنات هذه 500,000 هذه 500,000 هذه 500,000، ما عاد بقى عنده شيء. ركبت على العيال عدل، مليون 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 500 500 500، ركبت على العيال عدل. فالرجال الحين بقعد على معاش تقاعد معاش تقاعده تقريبا 14,000 ريال، وبيت ملك وسيارته جديده جيب، والرجال عنده استراحه. الاول خذ فلوسه واشتغل فيها وطقطق فيها واموره طيبه. الثاني الوسطي قام في تجارته وطور تجارته وكان يسوي بزنس طقطق. بهالمليون ساعته قام رجال قوه شوي، يعني قام تفتح له الافق الرزق، راح الرجال. الصغير خذ المليون فرطها سفرات ومرته، يشتري سياره يبيع سياره، طشر 1,000,000 ريال. البنات الاولى شرت استراحه واجرتها باسمها وقام يدخلها مدخول لها. الثانيه نفس الصغير، تبي انترنت مع رجالها، شرت لرجالها جيب، يعني بقطت شوي، سافرت شرت لها جنطه الماركات مع الماركات. الصغيره قالت انا حق زوجي ابي اشتري استراحه، ادور لي استراحه، ابي نفس اختي وابي مدخول لي انا وياك والبنتين عندها بنتين ونستانس، يعني هذا مدخولها من غير راتبي. قام الرجال راح شرى الاستراحه وحطها باسمه. جات قالت ليش حطها باسمك؟ حطها باسمي يا بلي. قال يا بنت الحلال، الحلال واحد، النيه ما كانت طيبه، الحلال واحد ما ادري ايش، وقعدت تزن عليه شهرين حط الاستراحه باسمي، ولا قالت لا لها ان زوجي ترى شرى استراحه حطها باسمه. في تزن عليه كل يوم زين. قالت اقول يا الله هذا شوف الفلوس الحين تحول باسمك انت، خلاص الفلوس الاستراحه الايجار تحول، انت تبين ما تشغل فيني، هي باسمي والحلال واحد، لا مثل اني هذا بيرجع الورث لعيالنا. الوكاد ان المراه ما هي مطمنه الصغيره هذه، ويجي اجازه صيف قالت حق زوجها يلا خلنا نمشي اجازه، قال خل نروح ابها من غير جو. راحوا الجنوب، يقول انا في الطريق فجاه مرتي صاحت، تصيح راسي يوجعني جسمي يعورني ما اقدر اتحرك، راسي يعورني. يقول انت ايش فيك يا مره؟ وقف محطه ازرق جيب بنادول اكل بنادول، ما عاد طيب. يقول اقرب هجره فيها مركز اسعاف، وقفت. يقول انا لازم طبيب هذه الحاله. يقول مره تغمى عليه رش عليها ماي تقوم، بنات الصغار تروعوا منه عشان امهم. يقول انزلها وياها ويدق على ابوه، قال ترى البنت تعبانه. والبنت دخلت، البنت من دخلت شلوها ودوها المستشفى تخصصي عندهم، اقرب محافظه عندهم. شخص البنت ما عاد تحرك رجولها ولا عاد تحرك يدينها، ولسانها ثقل من عوار الراس. طبعا الاكتشاف بعدين من القهر، هي تزن على الرجال ولا قادره تقول ابوها ترى زوجي يحول الاستراحه باسمه، ساكته مقهوره، ودها ان زوجي يحول عشان ترتاح. وتشكت ان الرجال كانه وياه ما هي بطيبه، كان الرجال يعني جلحوطي يبي فلسات. الوكاد المره تعبت وبلغ ابوها، وقام ابوها يشتغل وياها ويودي بنته ويجيب بنته من مستشفى في الرياض ملك فهد، وداها مستشفى الحرس الوطني. ما عرفوا عله البنت فجاه اعصاب طاحت، ما تقدر تتكلم، ويلشير ما تتحرك، ويلشير يلعبوهاش فيها. جاء طقت شمس، جاء ضربة شمس، قال ما جاء ضربة شمس، مرة معي في السيارة، انت مسوي شيء، المرة مش مسوية، المرة يمكن ما عرفوا علة المرة نهائيا. الوكالة قالوا هذا علاجها برا،
خذ ابوها التقارير دزها الالماني، الالماني معروفه قال علاج طبيعي، دزها الالماني قال يبقى علاج بنتك عندي. حلو تمام. الحين الشايب ما عنده شيء. الابو الحين الشايب وزع ورثه لعياله، وزع ما خلى عنده الا السراحه والجيب وبيته مع راتبه اللي فوق ال 15000 ريال، هذا راتب التقاعد. يعني ما خلى له شيء كاش لظروف الدنيا اللي تصير. قام طال عمرك رفع التليفون على زوج بنته قال يا ابن الحلال احنا نبيك تبيع استراحه البنت، يبي 500,000 مسافر بنت المانيا، ما عنده تكلفه، ما عنده علاج بالخارج، مسافر على حسابنا الخاص. قال والله الصراحه ما له داعي تسافر الصراحه وما له داعي تروح برا، تعالج كل علاج طبيعي السعوديه فيها مستشفيات واجد. قال ابن الحلال احنا فرينا احنا وياك وانا قايم في البنت واروح مع البنت واجي مع بنتي، ما له علاج، قام تزوجنا علاجها برا، دزنا تقاريرها يبونها برا. قال لا ما له داعي تبيع الصراحه. طلع على وجهه مشد الكلام مع الابو، طلع رجال قال لا الصراحه ماني بايعها. قال يا ولد مع كيف ما تبيعها، هي المرأة فلوس حلالها. قال حلالها مو حلالها، هذا مو حلالها، هذا حلال بناتها. شوف الخبيث شو يقول، هذا حلال بناتها يا مسلم يا ابن الحلال. قال يا ولد فك عمرك، هو على باله انه ابو البنت عندها فلوس لان هو موزع ورثه، على باله خاشه شيء. قال حلال لا تبادلنا. قال اقول صراحه ما بايع، وبنتك هذه طالق خليها عندك، والصراحه ما بلي، الصراحه لعيالي، وانتم طماعين قلب السالب عليهم، وانتم يلا بنت مال البنت كان ما عاد ابيها. راح توكل على الله، انقهر الشايب مات ما عاد بطيب، وعلى طول يروح ما بيدخل اخوانه بالسالفه، اسمه تكبر، باع استراحته ب 500,000 ريال ويسافر البنت ويروح المانيا وياخذ ولد ولده الكبير يروحون المانيا، وخلى العجوز مرته تقعد عند بنياتها الصغار بنيات بنته، يقول يروح المانيا ويقعد له حوالي شهرين ويدفع 250,000 ريال علاجات. يقول يا الله يا الله يعني شوي تحسنت شوي مو واجد، يعني مو تحسن اللي انا ابيه، تحركت بس اطراف يدينها، تكلم ما تقدر تتكلم، طالب رجول يعني شوي شوي. يقول ما جاز لي الوضع، يقول وانا وارجع السعوديه وادور وراها وادور بمستشفيات الدنيا ومستشفيات الدنيا، والقى لي مستشفى في امريكا يمدحونها علاج طبيعي، وانا ارسل تقاريرها واخر تطورات في المستشفى الالماني، شافوها قال هذا علاج عندنا. يقول انا اشلع لها واقطع 250,000 وادق على ولدي ويحول لي 30,000 ريال ولا لقيت تحسن اللي انا ابيه. يقول قالوا عيالي برجع ارجع. يقول وانا ارجع، يقول يوم رجعت ويعلموني الناس يا ولد، يقول يطروا لي مستشفى في مصر شاطر عياده علاج طبيعي. يقول يا ولد ما شاء الله من كثر المديح اكثر ما سالت رجال فيه، يعني جاهم عندهم الحاله هذه من بنتي اعصاب مدح لها المستشفى، والحين ما عندي شيء صراحه بعتها ما عاد عندي الا جيبي الجديد وبيتي. يقول اقوم ازهم ولدي الكبير دق علي السلام عليكم يلا حي فلان علومك مسافر. يا ولد انت اختك عارف وضعها وعارف دنياها ونبينا 100,000، شوف ال 100,000 خلينا نسفرها. قال ولده والله يبقى انا لو كلمني قبل اسبوع كان اوكي، كان كاش عندي، الحين شريت اراضي ما ببيعها بخساره. قال ابوك انت صاحي ولا مجنون؟ ابوك يقول اختك تعبانه ما انا رايحه المانيا ورايحه امريكا بايع استراحه الله يدبر كبده، وزوجها لا شط عليها استراحتها لا تعور راس. قال يبا يعني شنو؟ يعني خسر خلاص انت وديته على سبيض الله وجهك خلاص يا يبا خلاص خلينا نعالجه هني. قال لا تغبني في عمري العنى يعني سبه، قال من كلام الحق لا تغبني في عمري لا تغبني في عمري. قال يبا الله يهداك طول بالك يعني امورها طيبه ان شاء الله بتعالج هذه عيني امورها. قال انت بتجنني اخلص علي. قال له كاد ان الابو انصدم، والصغير اللي التجاره هذا حليو شد ابو جريد، وهذاك طشر فلوس انجن الشاي. ويقول طيب كان تليفون على رفيقه اللي كان داوم اياه، رجال سنافي شرى من عندي يا ما يدري عنده فلوس، يا مرحبا يا فلان يلا حي ما عندنا سلامتك انا موضوعي كيت. قال اوقف دز رقم حسابك يا ابن الحلال. قال دز رقم حسابك. طلب منه 100,000 ويحول له 150,000. يا ابن الحلال 100 قال 150,000 ومن يسرك له اسرك متى ما بغيت احولها وما جات تراك مبيوح يا فلان. شوف المرجل شوف المرجل يقول شل بنتي واوديها. يقول سبحان الله سبحان الله اللي خلاه ربي يدزني المانيا ويدزني امريكا ولا القى علاج ويصرف من فلوسي، واني لازم اروح مصر وابي فلوس، وجربت عيالي ولا واحد فيهم وقف مع اخته كلن هملني، وزوج بنتي نكبها قالها الجاده يلا الشارع. وسبحان الله خلاني يزهم الرجال واخذ منه ويسلفني 150 وعقب رحت لمصر والله وبالله يا بنتي انها قامت تتحرك وانها قامت تتكلم، يعني تحسن تقريبا 75% البنتي انها قامت تمشي وتتكلم وتتحرك. يقول وعود السعوديه وخليها واضمها من عندي بنتي واضم بناتها واستانس اياها. وهذاك طمع في الصراحه وطلق وراح على وجهه وداب الكبد. انا كان غبني يقول صكيته قضايا ما خليته. يقول عيالي والله العظيم يا الكبير اني طارده الى اليوم ما يسلم علي ولا يجيني، وهذا غلط مني اني انا يوم كان عندي فلوسي وزعتها، المفروض ما اوزعها لايام انا ما ادري شو الظروف اللي تصير لي قدامي، احد يطيح احد يتعب، فلوس عندي فلوس يا حبيبي ما ادري احد انا ما اروح له جيبي
جيبي هذا، ما ادق على فلان واتسلف من فلان وترد من فلان، وكان الحلال عندي وزعته لهم. المفروض انا عندي ولا مت يتصافون بينهم يجيهم الورث، ولكن ما يخلوني احتاج لاحد وحلالي عندي. لكن هو قال لعياله بخليهم يستانسون، بعطيهم فلوس، كل واحد متزوج. المقصد والعبره من الموضوع قصتنا يا اخوان ان بعض الاخوان مثلا يكون عنده تاجر يوزع ورثه لكبر. لا توزع ورثك خله معك، هذا فلوس، هذا جيبك، هذا بعد الله سندك. لا تقول ولدي اخوي، فلوسك حبيبي، بفلوس انا عبيد ماشي معروفي، اللي ما تبيه عندك منات بكره يصير لها ظرف، عندك ولد يصير له ظرف، الا كاش معك، فلوسك عندك، ما تعرض وجهك وانت عمرك رجال 70 سنه 75 سنه تسلم من فلان، الا حلال عندك. هذا اذا كان عندك ورث، عندك حلال يعني ما توزعه الا لا مت عادي يحلها رب العالمين. وكذلك خواتنا، ما يصير انت عندك الله يرزقك باستراحه بعماره، يعني شيء فيه، ما تحولينه باسم رجال، خلي باسمك، ما تحولينه، ما ينتهي الكلام. تبي يا زوجي ابشر بسعدك، ابشر بالعنيه، ابشر بالعطيه، اللي انا اعيشه انت تعيشه معي، ابشر بدبك بفلوس، بعاونك، بساعدك في الحياه. اما احول هذا الاصل عماره ولا استراحه ولا دنيا باسمك، هذا غلط، هذا ما يجوز، لان الفلوس تغير نفوس. هذا كلام واضح، لا حد يقول ايش فيك ترى دعوه بسيطه، لا، عن كلام واقع، مو عن الزوجه المراه، مرات الاخوان، مرات عيال عم، لو واحد حول شيء اصل كبير، النفوس تقلب يا اخي. النعم فينا كلنا وكلنا واثقين من عماره، لكن بعض الرجال يقلب، بعض النسوان تقلب، حتى الرجال يجي يحول اللي عنده اصل يحول باسم امرته. لا يا حبيبي، مو كيفك، اللي شيء عندك اصل مثل عماره ولا استراحه ولا تجار لك، ما تحول، خلها باسمك الين الله ياخذ امانتك، وعقبها ورث عيالك هم يدبرون عماره معاد. انت اللي عليك في الدنيا انك وفرتهم معيشه كريمه واسعدتهم ولا قصرهم شيء، وباقي عاد لا توفيت خليه ياخذون الحلال عليهم بالعافيه، ولا انك تقسمه قدام عينك وتقعد مفلس، وبكره لا سكتك الليالي السود جيتهم قال كذا توكل على الله ما عندنا شيء. هذا اللي يغبنك في عمرك. الله يوفقنا وياكم وييسر علينا وعليكم، يطول بعمر شيبانكم، يرحم الميت منهم، واسفين على الاطاله.